نروح للكابتن فاروق جعفر. مساء الخير يا كابتن فاروق. مساء الخير. ازيك يا كابتن؟ يعني طبعا وجهه نظر يا كابتن هتبقى مهمه جدا في مجموعه بحكم الخبرات والسنين الطويله. شفت القرعه النهارده ازاي يا كابتن فاروق ووجود الاهلي والزمالك في مجموعه واحده؟ هي القرعه يعني انا من وجهه نظري هي سهله وصعبه. سهله ان الاهلي والزمالك يبقى عندهم الاراده ان هم الاثنين يوصلوا لدور الاربعه. والاهلي والزمالك يلعب فير جيم وكل حاجه ومنافسين لبعض والافضل يروح الاول او الثاني. لكن انا بقول القرعه المجموعه مش قويه يعني. مش قويه بحكم وجود ليوبارد واورلاندو بايرتس، فرقتين مش تقال في وجهه نظر الكابتن. لا مش تقال. لا. يعني النادي الاهلي لعبهم في بطوله السوبر. لا النادي الاهلي مش بالظبط. النادي الاهلي ما كانش لسه اللعيبه دخلت فورمه مباريات، ولا كان اللعيبه مراهقه وجايه بعد كاس العالم. فكان عوامل كتير قوي ما كانتش مخليه النادي الاهلي في حالته، وكانش النادي الاهلي ما كانش فول تيم. بالظبط. انا في اعتقادي الفتره اللي جايه النادي الاهلي هيبقى اللعيبه بتاعته اللي بره هتيجي، والنادي الاهلي دلوقتي هيحصل استقرار فني في المرحله اللي جايه، ممكن هيزيد في الاداء، وبالتالي كمان نادي الزمالك احنا شوفنا في تذبذب في اداء نادي الزمالك. لكن البطولات الافريقيه بيحصل فيها الاستقرار وتثبيت تشكيل وثقافه المباريات الدوليه دي بتبقى ليها فكر تاني خالص. انا اعتقد الاهلي والزمالك ان شاء الله يوصلوا لدور الاربعه. كابتن فاروق، الناس في الزمالك مطمنه شويه بحكم يعني وضع الزمالك في الدوري وانتصاراته الاخيره، يمكن اخر ماتشين يعني مش في فرق بين الدوري والدولي. يعني انت النهارده نادي الزمالك في الدوري ماشي كويس وبيكسب بصعوبه، لكن احنا شفنا الزمالك في المباريات يعني الاختبارات الحقيقيه اللي جايه بقى من دوري المجموعات دي، هي الاختبارات الحقيقيه للزمالك عشان نحكم عليه كفريق بيلعب على المستوى الدولي. انا بقول في الزمالك عنده لعيبه كويسه ومجموعه كويسه وجهاز فني كويس، لكن الاختبارات الحقيقيه لغايه دلوقتي نادي الزمالك ما وصلهاش. بيلعب في مجموعه في الدوري سهله ما فيهاش مشاكل. بيكسب لما بيضغط وبيحب يكسب. في المباريات الافريقيه اللي فاتت كلها في الادوار اللي فاتت كان نادي الزمالك بيقابل معاناه في النتائج، وبيروح هناك كلنا حاطين ايدينا على قلبنا ان هو يعمل نتيجه ايجابيه عشان يقدر يكمل المشوار. فدي محتاجه الفتره اللي جايه اللي عنده الثقافه الافريقيه وازاي يتعامل معاها وازاي يبقى ليه طموح وهدف، وبيأدي كل مباراه بحسابه، عارف حسابات المباراه ايه، المباراه دي هتصعده لايه، هتوديه لفين. هو ده اللي هيبقى ليه دور. وانا في اعتقادي الاهلي والزمالك هم اكثر الفرقتين تأهيلا وثقافه ان هم ان شاء الله يروحوا الدور وفرصا في الوصول. كابتن فاروق، برضه بحكم زملكاويتك وبحكم برضه اطلاعك على نادي الزمالك بشكل قوي وبشكل مفصل، مستر فييرا الفتره الاخيره دي يعني زمان كنا بنحس ان هو الراجل الزمالك في الدوري وبيكسب وبتاع، دلوقتي بدأنا نحس ان في حاجات بره الكوره برضه، بدا يبقى في يعني شد وجذب مع اعلام، بدا يبقى في شويه مشاكل مش عارف مع لعيبه ما خدتش فلوسها. شايف ان مستر فييرا برضو يعني اسلوبه اتغير شويه في الفتره الاخيره يا كابتن فاروق؟ هو مستر فييرا عمل حاجتين مش بتوع مدير فني. اولا كلامه وطريقه كلامه مع الاعلام مش ظريفه، وتصريحاته فيها شيء من يعني الكره فيها مكسب وخساره، لكن الكره اللي ما بتديش بقى اللي هو شايفها من فوق. هو شايف ان هو ممكن يكسب اي فرقه. لا، انا بقول له معاك لعيبه كويسه، اعمار متوسطه، اعمار كويسه، لعيبه عندها لعبه مباريات دوليه كتير جدا وكانوا لهم في المنتخبات، لكن لسه ما تقابلش اللقاءات الحقيقيه مع فرق كبيره. يعني هو بيلعب في مجموعه ما فيهاش غير الاسماعيلي الفريق القوي، والاسماعيلي يمكن لظروفه فقد لعيبه كتير فاقد لعيبه، والنواحي الفنيه بتاعته اقل كتير قوي. فهو الفرق اللي بيلعبها كلهم مضغوط في المجموعه. الحاجه الثانيه ان هو بيلعب في الفرقه دلوقتي. تمام. وده بقى اللي اللعب في الفرقه ده بيدفع ثمنه المدرب. هو قاعد بيلعب في الفرقه وقاعد كل مباراه يلعب بتشكيل، دي هتاثر على عدم الاستقرار الفني. ودايما احنا كلنا بنيجي نتكلم الاستقرار الفني يعني تثبيت تشكيل وانسجام في الملعب. الزمالك كل ماتش بيلعب بثلاثه اربعه جداد، وده هيقلل من كفاءه الزمالك. لما رجع امبارح بيلعب الفريق كامل امام المقاولين ما كانش عارف يكسب. ان اللعيبه انت ما بتسيب واحد لمده او تبعد عن صاحبك لمده 4-5 ايام اسبوع بترجع كانك بتتعامل مع واحد جديد، فدي كوره. لما اللعيبه بتبعد عن بعض وترجع تاني بتبقى مشكله. هو يمكن مش حاسس بيها، اتمنى الفتره الجايه يحس بيها ويبقى عارف نوعيه اللعيب المصري، ودي اهم حاجه.
عشان يقدر يكمل بيهم في البطوله الافريقيه. الدوري العام هيخش هو على المربع الاهلي وانبي والاسماعيلي او الاهلي. طبعا انا شايف الاهلي وانبي هم الاقرب. على ذكر الاهلي يا كابتن، برضو تغيير الجهاز في النادي الاهلي، بما انك اتكلمت على فييرا، وجهه نظرك ايه برضو في تغيير الجهاز من الكابتن حسام البدري للكابتن محمد يوسف؟ ده اضطراري، ده يعني ده مش بمزاج النادي الاهلي ان هو ماشي مدير فني، ده مدير فني اول مره في التاريخ يسيب النادي الاهلي. دي حقيقه. فبرضه وجود الكابتن محمد يوسف في الوقت ده، حاسس انه حاجه يعني ايجابيه للنادي الاهلي وحاجه مبشره، ولا هو ممكن تبقى ايجابيه وممكن تبقى سلبيه. يعني النادي الاهلي بيحدث فرقه، وانا وجهه نظري محمد يوسف كويس وممكن في الفتره اللي جايه يبقى مدرب واعد، ولكن محمد يوسف ما يتحملش مسؤوليه ان هو يحدث فريق النادي الاهلي، لان ده عايز حد لازم يكون خبير، واحد اجنبي ما حدش بيحاسبه. المدرب المصري بيتحاسب لو نام الساعه 12:30 بالليل بيتحاسب، فحساب المدرب المصري اسهل واقاله المدرب المصري اسهل. فاتمنى ان هم يصبروا على محمد يوسف، يقعدوا يساندوا محمد يوسف زي ما كانوا بيساندوا مستر جوزيف كل حاجه، والجماهير كمان واللعيبه تساند محمد يوسف. اللي انا شفت المباراه اللي فاتت اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب جريت تحضن محمد يوسف، دي مشكله خطيره. لا، حسام البدري مدرب كويس ومدرب كبير، وهو حاسس هو اللي ادرى وهو اللي يعلم الامور بتاعته. مشكله خطيره ان اللعيبه جريت على كابتن محمد يوسف. طبعا اللي ما بتلعبش. يعني لقيت احمد شكري وجديد جريوا على محمد يوسف. لا، ما ينفعش في الكوره وما ينفعش في النادي الاهلي. الكلام ده انا بقوله يعني. انت وجهات نظرك كابتن دايما بتبقى الحقيقه يعني انا بهتم بيها لانها تبقى مختلفه وفيها حاجه جديده، عشان كده برضه مفيش اختلاف. اللي ما بيلعبش بيبقى المدرب عدوه، واللي بيلعب المدرب بيبقى ابوه، ودي مش عايزينها في الكوره المصريه. تمام، مظبوط. اشكرك يا كابتن فاروق، شكرا جزيلا. وبعتقد يعني مجموعه من الاراء مهمه والله. اعتقد كل حد برضه اتكلم من خبرائنا في الكره المصريه كان ليه وجهه نظر مهمه.